السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في قناه مواهب سيارات مع وليد حسين. النهارده فيديو جديد عن مشكله معظم الناس بتجيلي عليها او بتبعت لي عليها على الواتس، وهي في الاساس ده شيء اساسي في العربيه ما ينفعش ما يكونش موجود. لو انت اول مره تتفرج معانا على القناه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو حسيت فعلا الفيديو فادك. زي ما قلت لكم في اول الفيديو عن مشكله او مشكلتين بيجي لي معظم الناس عليهم، او بيبعت لي على الواتس او بيسالني عليها. ايه هي المشكله دي؟ على قرب هنا معايا كده. طبعا زي ما انتم شايفين ده الاكس الكوبلين، اكس الكوبلين بتاع الكوبلين اللي هو اللي بياخد ما بين الكوبلين الداخلي وما بين الكوبلين الخارجي. طبعا في ناس كتير جدا بتبقى مثلا بتظبط زوايا او عندها مشكله طقطقه او تخبيط ومش عارفه قصه الطقطقه والتخبيط دي منين، فيجي يمسك الاكس كده زي ما انتم شايفين كده. الاكس بيخش ويطلع ويعمل الصوت ده اهو. بصوا يا جماعه، الصوت ده لازم الكوبلين نفسه يبقى فيه خلوص، لازم الاكس يبقى فيه ايه، حركه لجوه وحركه لبره. ما ينفعش الاكس يبقى ما فيهوش الخلوص ده وما بيخشش ويطلع بره بالطريقه اللي انا وريتها لكم دي. لان لو ما فيهوش الخلوص ده الكوبلين كده هيبقى ضائر في الكوبلين الداخلي للاخر، الصليبه هتبقى ضائره للكوبلين الداخلي للاخر، ودي هتعمل معاك دردره جامده جدا في المشي. يعني لو انت عندك تخبيط او طقطقه في المطبات، الكبالن عمرها ما تعمل تخبيط ولا طقطقه في ولا في المطبات حتى لو الكوبلين منتهي. عشان برضك معلومه للناس، لان ممكن واحد يجي يقول لي انا عندي ايه، عندي زي ما قلنا الاكس بيتحرك فايه، ده ممكن يكون يعمل معاه طقطقه. استحاله، ده ملوش دعوه بالمطب، ده ليه دعوه بالات الجر، الحركه بتاعت العربيه. تاني مشكله وهي مشكله الايه، الطنبوره، او ناس كتير جدا ما بتبقاش عارفاها، اللي هو ايه، لما بيجي يلف كده الصوت ده يا جماعه ده صوت الطنبوره. لما يكون انت حالل العجله الطنبوره بتتحرك بالشكل ده اهو، الطنبوره بتتحرك. انا حالل المسمارين بتوع الدليل، لان المسامير ساعات طنابير كتير ما بقاش فيها المسامير دي، فانا هربط لكم المسمارين دول ومش هيبقى فيه الصوت ده. بردك كذلك لما بتيجي انت تقفل العجله، لما بتيجي تقفل العجله وبتربطها الصوت ده ما بيبقاش موجود، الصوت ده ما بيبقاش موجود اهو. لان معظم الطنابير ممكن ما يبقاش فيها المسامير دي. فانا دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين بعد ما ربطت مفيش اي صوت تخبيط او صوت طقطقه. فمشكله الاكس اللي هو الحركه اللي جوه، الحركه من بره لجوه كده، زي ما انا بحرك كده من حركه من جوه لبره، وفي البوش ده. تعالى قرب هنا كده، صور هنا اهو، الحركه دي زي اللي انتم شايفينها دي. ولو اجمد من كده شويه برضك مفيش مشكله. لو ما الاكس ده ما بيتحركش كده يبقى كده العربيه دي فيها عيب، العربيه دي كده فيها عيب مش العكس. يعني لو هو بيتحرك كده يبقى كده طبيعي، لو ما بيتحركش يبقى كده مش طبيعي. ليه بقى؟ لان انا بقول لك ليه القصه دي، لان معظم الناس ممكن تغير كوبلين كامل بسبب القصه دي، وممكن تغير سره او بليه بسبب الصوت ده. فدي نصيحه مني، لو انت عندك القصه دي بس عايز تحلها، يعني انت عندك قصه تخبيط وطقطقه، فانت سمعت الصوت ده وانت بتهز كده، دخلت عند بتاع زوايا وهز. انا هبعت لكم فيديوهين مبعوتين لي على الواتس فيها المشكلتين دول. لو انت عندك مشكله بتمر بيها وحابب تبعت لي عليها علشان اقدر اعمل لك فيديو عليها، ابعتها لي. لو حسيت فعلا الفيديو فادك اعمل لنا لايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس لو حسيت فعلا الفيديو فادك.